يوم 9 سبتمبر سنة 1942 واحد من الحراس في قلعة كولديتس فتح مخزن ووقف مكانه متجمد من الصدمة. لقى صندوق الشحن بتاع الصليب الأحمر مفتوح ومرمي على الأرض، والغطا بتاعه متشال، وحبل معمول من ملايات سرير مربوطة ببعضها ونازل من شباك في الدور الثالث لحد بره. وعلى الخشب كان مكتوب بالألماني بخط مرتب: الهوا في كولديتس ما بقاش عاجبني، اشوفكم بعدين. هيرمان جورينج كان اعلن ان القلعه دي مستحيل حد يهرب منها، لان الحيطان سمكها مترين والمكان كله بقى مكشوف بسبب وجود كشافات الاضاءه، وسريه عددها اكبر من السجناء، واخطر محطه للرجاله اللي هربوا قبل كده من كل حته. لكن الراجل اللي كتب الرساله دي طوى جسمه ودخل جوه صندوق شاي، وساب الحراس يشيلوه ويعدوه من كل نقطه تفتيش، واختفى من غير ولا رصاصه واحده. اسمه دومينيك بروس، طوله ما كانش يوصل حتى المتر ونص. الألمان لما كانوا بيحبوا يهزروا كانوا بيسموه الراجل المتوسط الحجم. كل معسكر حاول يحبسه اتعلم نفس الدرس: حجمه عمره ما كان ضعف، ده كان المفتاح اللي بيفتح أي قفل. وقلعة كولديتس أصلا ما كانتش أول مرة يهرب منها، فازاي أصغر راجل في أخطر قلعة في التاريخ قدر يحرج النظام النازي كله؟ وإيه اللي كان بيخلي الراجل ما يعرفش يعوم يفضل يحاول يهرب مرة ورا مرة؟ في يوم 9 يونيو سنة 1941 الملازم طيار دومينيك بروس كان قاعد عند طاولة الملاحة في قاذفة قنابل ويلينجتون من السرب التاسع في سلاح الجو الملكي. 3 مقاتلات ميرسمشت قربوا منهم من كذا اتجاه فوق بحر الشمال الرمادي. طلقات المدافع خبطت في جسم الطيارة، وخراطيم الهيدروليك انفجرت، والبنزين انتشر في مخزن القنابل وولع. النار مسكت في الجناح الشمالي ناحية المحرك. الطيار القائد روي أرنولد حاول يثبت الطيارة اللي كانت بتتفكك وهو بيأمرهم انهم ينطوا بالمظلات. أرنولد كان عارف تمن القرار ده: أول ما يسيب عصاية التحكم الطيارة هتتقلب ومحدش هيعرف يطلع. مفيش تردد ولا رسالة أخيرة، هو بس فضل ماسك التحكم ومثبت الطيارة المولعة عشان يدي طاقمه ثواني زيادة يهربوا، وده كان آخر قرار ياخده روي أرنولد في حياته. بروس نزل من فتحة الطيارة السفلية للهواء مباشرة ووقع في الماء المتجمدة تحت، وابتدى يغرق فورا لان عمره ما اتعلم العوم. سترة النجاة اللي اسمها ماي ويست خلت وشه فوق المية شوية لحد ما زورق دورية ألماني سحبه وطلعه. أرنولد مات وهو ماسك عصاية القيادة، وبروس عاش لأن راجل ميت فضل مثبت طيارة مولعة 30 ثانية زيادة، متعور ومبلول وبقى أسير حرب. بروس اتنقل بالعربيات والقطارات عبر شمال ألمانيا لحد معسكر أوفلاك 9 إي في قلعة هانجنبرج، قلعة من العصور الوسطى في هيسا اتحولت لمعسكر للضباط الحلفاء الأسرى. القلعة كانت على تلة مليانة شجر فوق بلدة اسمها شبانينجبرج، حواليها وديان عميقة ومنحدرات مليانة غابات خلت المكان كأنه خندق طبيعي. حيطان حجر قديمة بقالها قرون ماسكة البرد جواها، وحراسات وكلاب وكشافات نور بتلف في الشجر بالليل من غير أي فراغ يعدي منه حد من غير ما يتشاف. حوالي 200 ضابط من الحلفاء كانوا عايشين جوه الأسوار دي، أغلبهم استسلم لحسابات الأسر القاسية. يعدوا طرود الصليب الأحمر ويعدوا الأيام ويستنوا الحرب تخلص. لكن بروس كان بيعد حاجة تانية خالص، كان بيحفظ جدول تبديل الحراس بالدقيقة، ويرسم في دماغه الأماكن اللي ما فيهاش تدخل في مجال رؤية الحراس، ويقيس سمك قضبان الشباك برباط جزمة مسروق، ويسجل اللون الأزرق بتاع يونيفورم سلاح الجو الألماني، ويلاحظ إن حارس بيدخن وهو واقف فين بالظبط عشان يولع السيجارة. هو ما كانش بيخطط لهروب واحد، هو كان بيبني نظام كامل. بعد أسابيع بقى بيعمل دروس للضباط التانيين عن تزويد أوراق ألمانية واستعمال ألوان خضار عشان يعملوا أختام شبه الرسمية، ونسخوا الخط القوطي الألماني بإيديهم تحت نور الشمع. كل ساعة كانت استثمار، وكل تفصيلة كانت أداة. في بريطانيا مراته ماري كانت بتستقبل رسائل مشفرة من خلال بريد الصليب الأحمر. طلب واحد كان شكله عادي جدا: ابعتي جاكيت تويد ومتوضب بطريقة معينة. ماري نفذت الطلب من غير تردد. الألمان فتشوا الطرد وما لقوش حاجة غريبة وسمحوا له يعدي. اللي ما خدوش بالهم منه إن الجاكيت كان ليه هدف تاني، اتقطع واتخيط تاني بخيوط مهربة عشان يبقى شبه جاكيت ميداني لسلاح الجو الألماني، كفاية يخدع أي حارس من مسافة 50 خطوة في ضوء خافت. دلوقتي بروس بقى عنده يونيفورم، بس يعمل ايه بيه وهو محبوس في قلعة ملهاش مخرج؟ إلا لو كان ناوي يخرج من البوابة الرئيسية ماشي على رجليه، وده بالظبط اللي كان ناوي يعمله. وبالخروج من الباب هيبقى لسه في أول خطوة بس. مع آخر صيف سنة 1941 بروس كمان كان حضر بطاقات هوية مزورة
واختام عليها الصليب المعقوف معمولين بايد، وخطه مجنونه لدرجه انها تبان خيال. مع ضابطين تانيين اسمهم يوستاس نيوبورن وبيتر تونستال هيخرجوا من البوابه الرئيسيه لقلعه شباننجبرج متخفيين في هيئه فريق تفتيش من الصليب الاحمر السويسري، ومعاهم ضابط الماني مزيف. وجهتهم مش حدود سويسرا، وجهتهم مطار لسلاح الجو الألماني قريب من كاسل على بعد حوالي 30 ميل ناحية الشمال الغربي. خطتهم يسرقوا طيارة نقل يونكرز يو 52 ويطيروا بيها فوق القناة لحد انجلترا. 3 أسرى، أوراق مزورة، طيارة مسروقة، مفيش اتصال بلندن، مفيش خطة إنقاذ لو حاجة حصلت غلط، مفيش احتياط، واللي واقف بينهم وبين المدرج مجرد حارس بوابة عمره ما شك في راجل لابس الزي الصح. فهل ممكن 3 أسرى بيونيفورم مسروق يضحكوا على كل نقطة تفتيش ويعدوا؟ وإيه اللي ممكن يحصل لما الحرية تبقى على بعد تشغيل محرك واحد بس؟ نور الصبح بيضرب على بيت البوابة الحجري في شباننجبرج. بروس ونيو بورن لابسين بدلات لونها أزرق غامق متعدلة عشان تبان شبه يونيفورم الصليب الأحمر السويسري، ومعاهم شارات متزورة وأوامر تفتيش مكتوبة على الآلة الكاتبة، وكروت تحقيق شخصية معمول عليها بقع شاي عشان تبان قديمة ومستهلكة. تونستال ماشي جنبهم لابس كاب ضابط ألماني وكتافه مفرودة، وبيزعق بأوامر بالألماني بنبرة حادة متدرب عليها. بيعدوا ساحة القلعة من جوه، بيعدوا أول نقطة تفتيش، بيوصلوا البوابة الرئيسية. العسكري بيبص في الورق وبيبص في اليونيفورم وبيشد نفسه وبيعمل تحية عسكرية ويخلي فريق التفتيش يعدي من غير ما يسأل سؤال واحد. 3 أسرى من الحلفاء بيخرجوا من حصن الرايخ شايفه مستحيل الهروب منه من الباب الرئيسي وفي عز النهار، والعسكريين كمان بيحيوهم وهم ماشيين. أول ما يبعدوا عن أسوار القلعة بيخلعوا التنكر وبيجروا بسرعة. قبل الليل يوصلوا لمحيط المطار القريب من القلعة. الحراسات ماشية بدوريات بطيئة ومتوقعة. 3 بيلاقوا فتحة في السلك وبيعدوا منها، بيجروا على أرض المطار وهم واطيين. طيارة يونكرز يو 52 واقفة ومتفولة بالوقود، 3 مواتير وجسم من الألمنيوم المعرج، نفس النوع اللي نيو بورن كان بيطيروا أيام التدريب في وقت السلم. بروس بيفتح باب الكابينة بالعافية، بيطلعوا جوه. الحرية بقت على بعد تشغيل محرك واحد. نيو بورن بيبدأ تسلسل تشغيل المحرك. المروحة بتشتغل وبتلف نص لفة وبتقف، بيغير خليط الوقود وبيحاول تاني، برضه ولا حاجة. محرك بارد والبطارية فاضية، فمستحيل يعرفوا العطل في الضلمة والدوريات الألمانية على بعد 200 ياردة بس. قبل ما يحاولوا يصلحوا حاجة الكشافات بتضرب أرض المطار فجأة، سرينة الإنذار بتشتغل والجنود الألمان بيطلعوا من أوضة الحراسة جري ومعاهم بنادقهم. ال3 بينطوا من الكابينة وبيجروا على أرض المطار ناحية السلك الشائك. بروس بيوصل للسلك الأول وبيعديه وبيقع تقيل في العشب بره. وراه سامع صوت البيادة على الخرسانة وصريخ أوامر وصوت رصاصة اتضربت في الضلمة. الطيارة اليونيكورز دي هي تذكرتهم لإنجلترا، قريبة لدرجة اللمس، لكنها ساكتة ومطفية على أرض المطار وراهم. لمدة 10 أيام تقيلة ال3 بيمشوا زي الأشباح جوه الأراضي الألمانية على رجليهم، بيناموا في الخنادق ويستخبوا في الحظائر ويلفوا أي أكل بسيط ويزحفوا ناحية الغرب ناحية حدود سويسرا. الجوع بيهد حيلهم، بيناموا بنظام نوبتين ساعتين ساعتين، كل واحد يراقب الطريق. كل تقاطع ممكن يبقى فيه نقطة تفتيش ألمانية، وكل كلب ممكن يجيب الجنود. ما عندهمش أكل غير اللي يسرقوه من مزارع من غير حراسة في الضلمة. وبعدين جنب معسكر عمال قريب من منطقة الحدود بيقابلهم منظم مرور في الطريق. وش تونستال بيشحب خالص. الراجل ده كان رقيب في شباننجبرج من كام أسبوع بس. بيبص لتونستال وبيميل راسه شوية، ولحظة التعرف بتيجي بسرعة زي صوت إقفال بندقية. ال3 بيتقبض عليهم، بيرجعوا شباننجبرج تاني. القائد بيحكم عليهم ب53 يوم حبس انفرادي، زنزانات حجر من غير شباك ومن غير أي تواصل. الألمان فاكرين إن الموضوع خلص، لكن في الليلة الثالثة بروس بيطلق سلك معدني كان مخبيه وقت التفتيش. يفتح قفل زنزانته وبيزحف في الممر. يفتح زنزانة نيوبورن وبعدها تونستال. 3 بيسرقوا كوتشينة من مطبخ المعسكر وبيرجعوا الزنازين، وبيقضوا باقي الليالي يلعبوا كوتشينة على ضوء شمعة، وبيرجع كل واحد يقفل على نفسه قبل ما حارس النداء الصبح يجي. هم في حبس انفرادي لكن مبسوطين اكتر من اللي حابسينهم. ولو هنتعلم حاجة من قصة واحد فتح قفل سجنه بنفسه بس عشان يلعب كوتشينة، يبقى لازم تعمل اشتراك في القناة، لان الهروب اللي خلى دومينيك بروس اسطورة لسه ما حصلش. لعب الكوتشينة بيتكشف في الاخر، الغضب بينتشر في سلسلة القيادة، لكن النتيجة الحقيقية بتبقى استراتيجية. القائد بيعلن ان بروس مستحيل ينصلح حاله. الجستابو بتبدأ تتكلم عن تهم التجسس، والإعدام بيبقى مطروح قدامهم.
لكنهم بيختاروا حل يفتكروا انه نهائي. بينقلوه لسجن كولدتس وفلاج 4C، القلعة اللي اتبنت مخصوص عشان تحبس الرجالة اللي ولا سجن تاني قادر يسيطر عليهم. الفكرة بسيطة، كولدتس عمره ما اتهزم، حد شرب من كولدتس قبل كده، لكن هل حد في كولدتس قابل قبل كده سجين يقدر يستخبى جوه صندوق شحن؟ والراجل اللي هرب من كل حتة قبل كده هيعمل ايه لما يلاقي سجن متصمم مخصوص عشان؟ في 16 مارس سنة 1942 بروس بيدخل من بوابات الحديد لقلعة كولدتس في ساكسونيا. القلعة متمركزة فوق جرف جرانيت على ارتفاع 250 قدم فوق الوادي، جدرانها الخارجية سميكة لدرجة تستحمل المدفعية، والساحات منورة بكشافات متقاطعة ما بتسيبش ظل أكبر من كف إيد. الحراسة عددها ضعف عدد الأسرى، ميكروفونات مزروعة في الجدران جنب الأماكن اللي يشكوا فيها إنها ممكن تبقى أنفاق. الألمان بيراقبوا الحجر نفسه عشان يسمعوا صوت الحفر، سلك شايك فوق كل أسوار القلعة، والرايخ ناوي يخليها تفضل سجن لباقي الحرب. جوه القلعة في مجموعة غريبة من ضباط الحلفاء اللي هربوا قبل كده من معسكرات تانية واتنقلوا هنا كعقاب. الفرنسيين حفروا أنفاق تحت أرضية الكنيسة وركبوا فيها نور بكهرباء مسروق. 2 ضباط هولنديين لبسوا زي حراس ألمان وعدوا من البوابة الرئيسية بسهولة، حركة بروس بيعجب بيها لأنه عمل شبهها قبل كده. دوجلاس بادر طيار رجليه مبتورين بيبدل شوكولاتة وسجاير بمعلومات. كولدتس بقى مكان الرايخ بيجمع فيه أخطر الهاربين، والنازيين مقتنعين ان جدرانها الحاجة الوحيدة اللي محدش فيهم هيكسرها. بروس بيبص لسجنه الجديد بهدوء محترف، ملفه سب. القائد بيقرأ قائمة مخالفاته في شباننبرج وبيحطه على طول في الحبس الانفرادي. الألمان فاكرين العزلة هتكسر أعصابه، بيطلع بعدها بأسابيع أرفع شوية وأهدى، وبيبدأ يدرس كولدتس زي ما درس كل سجن قبله، حيطة حيطة، حارس حارس، دقيقة دقيقة. يقيس حركة الكشافات بساعة مسروقة، يرسم في دماغه الشبابيك اللي قدامها نقاط عمياء، ويلاحظ مين من الحراس بيشرب وهو في الخدمة ومين بيراجع الأقفال مرتين. هو بيدور على غلطة واحدة بس في نظام معمول عشان ما يغلطش. 6 شهور بيعدوا وهو بيراقب ويحفظ ويستنى. باقي الأسرى بيبدأوا يتوتروا، بيتخانقوا على مسارات الأنفاق وبيتخانقوا على التوقيت، بيتقبض عليهم وبيتحطوا في الحبس الانفرادي. بروس بيراقب فشلهم ويكتب ملاحظات في دماغه. كل سجين في كولدتس عنده خطة، أنفاق، تنكر، رشاوي، لكن بروس عنده حاجة تانية خالص. بروس ما كانش عنده خطة، كان عنده صبر. الصبر جوه المكان ده هو فعلا مفتاح الفرج، لأن الصبر جوه قلعة مليانة برجالة مستعجلين وأخطر سلاح ممكن يبقى موجود. وبعدين يوم 8 سبتمبر سنة 1942 الغلطة بتظهر بشكل واضح جدا، لدرجة إن الراجل الوحيد اللي كان ممكن يلاحظها هو واحد قعد 6 شهور يدرس كل تفصيلة في الروتين ده. القائد بيأمر كل الأسرى يحطوا الحاجات الزيادة بتاعتهم في صناديق تخزين خشب تابعة للصليب الأحمر، صناديق كبيرة شبه صناديق الشاي حجمها قريب من التابوت، هتتشال وهتتخزن في مخزن القائد عشان الأمان. الراس هم اللي هيشيلوها. عشرات الصناديق المقفولة بتتقفل بإيدين الجنود الألمان وبتعدي من نقاط تفتيش ألمانية لحد ما توصل لمبنى القيادة الألماني. بروس بيبص للصندوق ويبص لنفسه ويشوف طريقة الهروب اللي محدش غيره شايفها، لأنه ببساطة محدش غيره صغير كفاية إنه يدخل جوه الصندوق ده. كل ضابط تاني في كولدتس شايف مشكلة في التخزين، بروس شايف وسيلة نقل. الألمان فاكرين إنهم بينقلوا صناديق، لكن الحقيقة إنهم بينقلوا سجين بيعدي من نقاط التفتيش بتاعتهم ومن بوابتهم وبيدخل مبنى قيادتهم بنفسه، وهم لسه ما يعرفوش. 6 شهور من الصبر اتدفعت مرة واحدة في بعد ظهر يوم واحد. صندوق مخصوص لظابط اسمه ديك لورين بيتفضى في السر. بروس بيدخل جواه ومعاه مبرد معدن ملفوف في هدومه، ومعاه حبل طوله 40 قدم معمول من ملايات سرير متقطعة. الغطا بيتقفل. حراس الألمان بيشيلوا الصندوق وبيعدوا بيه الساحة، وبيعدوا نقطتين تفتيش وبيحطوه جوه مخزن القائد. قلب الإدارة الألمانية في كولدتس بيقفلوا الباب وبيمشوا. هما بنفسهم سلموا سجين لأكتر مبنى مؤمن في القلعة. ساعات تقيلة بتعدي وهو محبوس في الضلمة التامة جوه الصندوق ده. بروس بيسمع صوت البيادة على الحجر، وصوت كلام مكتوم من ورا الحيطان، وصوت كرسي بيتزق بعيد عن مكتب. واحدة واحدة الأصوات بتقل لما نوبة الحراسة الليلية بتستقر. بيبدأ يحك المبرد في المسامير. الغطا بيلين بيتفتح، يزحف بره في هدوء تام. حواليه مكاتب الألمان من 3 جهات، ومن الجهة الرابعة الشباك بيطل على السور الخارجي بسقوط 40 قدم. كل ثانية بيقفها في الأوضة دي بتزود احتمال إن حارس يدخل فجأة، لكن اللي بروس بيعمله بعد كده هو اللي بيفرق بينه وبين أي هارب دخل كولدتس قبل كده، ومالوش علاقة بسرعة التسلق خالص. ازاي راجل يهرب من مبنى اتقفل عليه حالا ويعمل ايه في الدقيقة الوحيدة من الهدوء قبل ما الحراس يرجعوا؟ بروس بيربط طرف الحبل المصنوع من الملايات في عرض حديد تقيلة فوق الشباك،
بيطلع رجليه بره الحافة ويبص لتحت في الضلمة. 40 قدم حيطان حجر عمودية، وبعدها جرف الجرانيت، وبعدها لمعة بعيدة لنهر المولة تحت خالص. كشافات الحراسة بتلف في دوائر بطيئة حوالين السور. شعاع بيعدي قريب من الحيطة على بعد 6 قدم من يمينه، بيستنى لما يعدي، بيزق نفسه من الحافة وينزل. لحظة مرعبة بيحس فيها انه بيقع على سقوط حر، والحجر بيخبط في ركبته. حبل بيشد فجأة بقوة تكاد تفلت ايده، بيحط ايد فوق ايد على الحبل. جزمته بتلاقي شقوق في المونة بين الطوب، كتافه بتولع وصوابعه بتتجرح من القماش الملفوف. الكشاف بيرجع تاني، بيلزق جسمه في الحيطة ووشه للحجر ونفسه محبوس، وبيعد ضربات قلبه لحد ما النور يعدي. النور بيلف بعيد، بينزل آخر 10 قدم وبيقع على الأرض بره قلعة كولدتس من غير إنذار واحد ما يتضرب، ولا طلقة واحدة تتضرب، ولا حارس واحد يعرف إن عدد الأسرى بقى غلط. وبعدها بيعمل حاجة محدش بيهرب ممكن يعملها، بيرجع تاني، مش جوه لكن للشباك بتاع المخزن. بيتمد من طرف الحبل لحد الحافة، بيطلع طباشيرة صغيرة من جيبه وبيكتب بالألماني بخط واضح على صندوق الشاي الفاضي جملة معناها تقريبا كولدتس بتسمي نفسها قلعة مستحيلة الهروب، لكن أنا شايفها مجرد استراحة لطيفة. وعايز الحراس يلاقوا الرسالة مع أول ضوء الصبح، عايزهم يعرفوا مين اللي مشي وإزاي مشي. إن القلعة اللي بيقولوا عليها مستحيلة الهروب كانت مسلية لدرجة إن وقف يسيب تقييم قبل ما يهرب. بعدها بينزل تاني على الحبل وبيختفي في ريف ساكسونيا. ماري كانت هربت له خريطة حرير للهروب من ألمانيا متخيطة جوه زرار في اليونيفورم. شغل جهاز الاستخبارات البريطاني ME9. بروس بيسرق عجلة من قدام كنيسة في قرية وقت قداس الأحد، بيركبها لحد ما الكاوتش بيتقطع، وبعد أسبوع بيبدلها بعجلة تانية من كنيسة تانية. بيبدل خلال الأراضي اللي تحت سيطرة الألمان وهو لابس كاكي سلاح الجو الملكي، وبيعدي نقاط تفتيش بتصاريح عمل مزورة وبثبات أعصاب واحد هرب قبل كده من قلعتين. وبعدين بيقابل موقف يخلي أي هارب عاقل يستخبى فورا. صف طويل من أسرى حرب بريطانيين بيتساقوا تحت حراسة مسلحة عن طريق جنود ألمان، رجالة هدومهم متقطعة ووشوشهم هزيلة وحراب البنادق بتتزق في ظهرهم. بروس بيعمل عكس الاختباء تماما، بيركب بالعجلة جنب الصف قريب كفاية يلمس أقرب واحد، بيمسك عين أسير وبيصرخ بلهجته التقيلة: شدوا حيلكم يا شباب، الحلفاء كسبوا الحرب. الأسرى اللي ماشيين متبهدلين وجعانين ومكسورين من شهور الأسر بيلفوا راسهم بسرعة، بيشوفوا شارة سلاح الجو الملكي على دراعه وبيفهموا هم شايفين إيه. أسير هارب حر راكب عجلة في عز النهار وسط ألمانيا المحتلة. الهتاف بيطلع من الصف كله مرة واحدة، واحد ورا التاني. الحراس بيتلخبطوا وبيشدوا بنادقهم وبيصرخوا اوامر متناقضه لبعض. بروس بيكون بالفعل لف بالعجله بسرعه واختفى في شارع جانبي قبل ما بندقيه واحده تترفع. دخل ارض العدو المليانه بالجنود الالمان مسلحين لسبب واحد بس، عشان يدي ناس غريبه سبب يكملوا، وبعدها اختفى. بعد ايام وهو عايش على الاعصاب بس يوصل لميناء دانت زاج وبيستخبى جوه عنبر سفينه تجاريه سويديه. السويد دوله محايده، يعني حرية لو فضل مستخبي لحد ما السفينة تخرج من المياه الألمانية، لكن ضابط من غرفة المحركات بيلاقيه مستخبي في الضلمة بين الصناديق. عملاء الجستابو بيطلعوا على السفينة خلال ساعة واحدة بس. بروس كان متنكر كعامل مزرعة بلجيكي ومعاه أوراق فلامنكية مزورة. الألمان بيجيبوا محقق متخصص، بص في وشه وبيبتسم وبيقول له يا كابتن بروس، يا سلام على اللقاء الجميل ده. 5 كلمات بس والغطا كله يقع. تحت حراسة مسلحة بروس بيتحط في قطار راجع كولدتس، بيحاول يفك القيود من ايده. حارس تاني يمسك معصمه قبل ما يفلت. بيرجعوا القلعة، بيتحط في حبس انفرادي 8 شهور، أطول فترة عزلة في حياته. الزنزانة ما فيهاش نور خالص والسكون تام، بس هل يتكسر؟ بيقضي كل ساعة في الضلمة بيخطط ازاي يوصل لمجاري الصرف اللي تحت القلعة. هل إنسان يقدر يعيش 8 شهور في عزلة من غير ما ينهار؟ وايه اللي يحصل لما اخر طريق للهروب يعدي تحت بيادات الحراس الجنود الالمان؟ سنة 1944 ألمانيا بقت بتنزف في كل الجبهات. كولدتس بقت مشدودة بالتوتر واليأس، حراس أعصابهم مشدودة والأكل أقل والعقوبات أعنف. بروس ومعاه 2 من أصحابه ديك لورين وجون بوسن بيكتشفوا مدخل للمجاري اللي راجعة للعصور الوسطى تحت أساسات القلعة. الأنفاق دي كان بقالها 300 سنة، مليانة قذارة ومسدودة وضيقة جدا لدرجة إن الراجل يسحب فيها على بطنه بالعافية. بينزلوا فيها ومعاهم شمع وعلب أكل وبوصلة، وبيمشوا زحف ممر ورا ممر في الضلمة، بيدوروا على مخرج يعديهم بره أسوار القلعة. فجأة صوت صريخ من فوق بيخليهم يتجمدوا في الطين. ضابط ألماني واقف عند فتحة مجاري مفتوحة وبندقيته مصوبة لتحت على طول. وراه رقيب ماسك قنبلة يدوية فوق الفتحة ودرعه مرفوع يرميها. النفق ضيق جدا ومفيش مكان يرجعوا فيه، والواقع عميقة جدا لو حاولوا يهربوا.
والقنبلة قريبة فوق لدرجة مفيش وقت للجري. بروس ولورين وكريسب اتحبسوا تحت الأرض وقنبلة حية معلقة فوق دماغهم. بروس بيقف مستقيم وسط القذارة والمجاري واصلة لحد وسطه وبيرفع ايديه الاتنين، مش استسلام لكن تحية عسكرية ساخرة زي بتاعة طابور العرض. بيطلع لفوق ناحية فوهة البندقية وبيبص في عين الضابط الملازم راينهولد إدجارز، ضابط أمن كولدتس نفسه، الراجل اللي بيحاول يسيطر على بروس من سنة 1942. بروس بيقول الجملة اللي أنقذت حياة التلاتة: تمام اضربونا بالنار بس افتكروا حاجة، بعد الحرب احنا اللي هنشنقكم. الراس بيتجمدوا مكانهم. إدجارز بيطلع ضحكة متفاجئة وبيأمر البنادق تنزل والقنبلة بترجع تاني في الجراب. بروس بص في فوهة الموت وخدعه وخلاه يقف بعيد، حتى وهو أسير وغرقان لحد ركبته في مجاري عمرها 300 سنة ولسه مخلصش. بيكتب فاتورة مفصلة ب 600 مارك وبيوجهها لقائد القلعة مقابل خدمات تنظيف المكاري وصيانتها لمدة 3 سنين. ويحاسب الجيش الألماني على الأنفاق اللي هو ورجالته زحفوا فيها. الحراس بيبصوا للورقة مستغربين. بروس بيزق الفاتورة على المكتب وهو بيبتسم. هما فعلا بيسجلوا الفاتورة في قلعة معمولة عشان تكسر روح الإنسان. دومينيك بروس حول حتى القبض عليه المصروف إداري على حساب اللي أثروه. يوم 16 إبريل سنة 1945 دبابات الجيش الأمريكي الأول بتوصل للطريق اللي طالع ناحية كولدتس. الحراس بيفتحوا البوابات بدل ما يقاتلوا. محدش عايز يموت عشان حرب خلاص خسرت. بعد 4 سنين من الأسر، 4 سنين من الخروج من البوابات الأمامية متنكر وصناديق خشب وحبال من ملايات سرير وعجل مسروق وتحقيقات الجستابو وزنازين انفرادي بالشهور، دومينيك بروس بيطلع للهواء الطلق كرجل حر لأول مرة من سنة 1941. بيولع سيجارة احتفال مع أصحابه القدامى في السرب اللي كانوا طول الحرب فاكرينه مات. القلعة اللي كان مفروض تكسره واقفة وراه فاضية وملهاش قيمة. الحكومة البريطانية اعترفت باللي عمله. سنة 1946 بروس خد وسام الصليب العسكري وبقى الرجل الوحيد اللي خد الصليب العسكري ووسام القوات الجوية مع بعض، هو وماري زوجته اللي كانت بتهرب له خرائط حرير وأزرار يونيفورم وتنقلات سلاح الجو الألماني مخبأة في خياطة جاكيت تويد. ربوا 9 أولاد مع بعض في السنين اللي بعد الحرب. خد كمان وسام الإمبراطورية البريطانية على خدمته بعد الحرب وعاش لحد سن 84 سنة ثابت وما اتزعزعش لآخر يوم في حياته، وعمره ما شك إن مفيش سجن بناء إنسان يقدر يبقى أبدي. كولدتس كان المفروض يبقى الحل النهائي، القلعة الآمنة لدرجة إن حتى أخطر الهاربين في الرايخ يبطلوا يحاولوا. لكن دومينيك بروس تعامل معاها زي ما تعامل مع كل سجن قبل، مشكلة مؤقتة فيها غلطة لسه ما اكتشفهاش. خرج من البوابات الأمامية متنكر، حشر نفسه جوه صناديق شحن، خلى أسيريه يشيلوه بإيديهم ويعدوه من نقاط التفتيش بتاعتهم. نزل من الحيطان بحبال من الملايات وزحف في المجاري قنبلة معلقة في دماغه. كل هروب كان رسالة مكتوبة بالطباشيرة وبالجرأة. مفيش حيطة سميكة كفاية لو الراجل اللي جواه رافض يصدق ان الحيطان دي حقيقية. ولو فاكر ان الهروب من قلعة نازية محتاج شجاعة، استنى لما تسمع عن الشاب الكوري الشمالي اللي عنده 18 سنة وعبقري في الرياضيات واللي هرب من نظام كان عايزه يبقى سلاح إلكتروني ومعاه بس $200 في الشراب بتاعه. وده ان شاء الله هيبقى الفيديو الجاي. فلو عجبك قصة النهاردة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.